أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله وصلى على النبي. في الفيديو ده يا شباب احنا هنعرف ايه هي فلاتر. فلاتر هي يو اي تول كيت تساعدك ان انت تنشئ واجهات مستخدم بسهولة. فمثلا لو انت عندك هنا سكرين فيها مثلا صورة وفيها مثلا تكست وفي بوتن هنا، فمن خلال فلاتر تقدر تنفذ التصميم ده باستخدام الويدجتس، والويدجتس دي احنا هنبقى نعرفها بعدين. بس خلينا نقول مثلا ان الصورة دي عبارة عن ويدجت، والتكست دوت عبارة عن ويدجت، والبوتن ده عبارة عن ويدجت، لأن everything in Flutter is a widget. كل حاجة في Flutter عبارة عن widget. وفلاتر هي كروس بلاتفورم. طب يعني ايه كروس بلاتفورم؟ كروس بلاتفورم دوت يا شباب يعني انت مثلا يعني بكود واحد تقدر تطور تطبيق بيشتغل على أكتر من نظام، يعني مثلا أندرويد، أي أو إس، ويب، ويندوز أبليكيشن، بدل ما تكتب كود مختلف لكل نظام. ففلاتر انت بكود واحد بس تقدر تعمل تطبيق لكل الحاجات اللي قلت عليها دي، غير عن النيتف. فايه الفرق ما بين الكروس بلاتفورم والنيتف؟ بص يا شباب، انت عشان تنشئوا موبايل ابلكيشن في عندكم طريقين، يا اما هتنشئوه عن طريق الكروس بلاتفورم يا اما هتنشئوه عن طريق النيتف. كل واحد فيهم كان عنده ميزة وعنده عيب. طيب احنا كنا بنتعلم ايه عشان ننشئ تطبيق باستخدام الكروس بلاتفورم او النيتف؟ فانت كان عندك كذا طريقة عشان تنشئ الكروس بلاتفورم، يا اما عندك طريقة رياكت نيتف يا اما اكزامرين يا اما فلاتر، وفلاتر دي لسه ظهر قريب. وعندك في النيتف يا اما هتتعلم كوتلين ودوت للاندرويد بس، يا اما هتتعلم سويفت دوت للاي او اس. فتعالى نعمل مقارنة ما بين الكروس بلاتفورم والنيتف قبل ظهور الفلاتر. عندك الرياكت نيتف والإكزامرين الاتنين دول من حيث السايز كان الرياكت نيتف والإكزامرين كان السايز بتاعهم كبير جدا بالنسبة للنيتف إذا كان سويفت أو كوتلين. طيب ومن حيث البرفورمانس برضه كان وحش جدا بالنسبة للنيتف، وعندك الريسورسز برضه كانوا وحشين جدا بالنسبة للنيتف. الحاجة الوحيدة اللي كانت بتميز الرياكت نيتف والإكزامرين عن تطبيقات النيتف عامة إن هي كانت بتشتغل أكتر من نظام، يعني اي او اس، اندرويد، ويب، الكلام ده. فكان الوضع زمان وحش جدا بالنسبة للكروس بلاتفورم، لكن بعد ظهور فلاتر الوضع اختلف تماما. فعندك من حيث السايز النيتف بيتميز عن الفلاتر من حيث السايز، بس مش الفرق الكبير، يعني مش الفرق اللي يخليك تروح تتعلم من النيتف وتسيب الفلاتر، لا بالعكس، الفلاتر متميز عن كتير عن النيتف في حاجات تانية. بعد كده عندك في البرفورمانس فلاتر البرفورمانس بتاعها عالي جدا زيها زي النيتف. وعندك الريسورسز، الموارد اللي بتوفرها لك فلاتر موارد كتيرة جدا، يعني ممكن تقول أصلا إن فلاتر أحسن من في الريسورسز من النيتف بكتير. وغير كده كمان إن فلاتر ممكن تنشأ أكتر من تطبيق على عكس النيتف. وفوق كل ده فلاتر بتشتغل أكتر من نظام تشغيل. السؤال بقى ليه أتعلم نيتف وفلاتر بتديني كل الحاجات دي؟ طبعا الوضع بيرجعلك أنت، شوف أنت حابب تشتغل إيه وإيه اللي يريحك وإيه الحاجات اللي أنت فهمتها. كل واحد عنده رأيه الشخصي. أنا بالنسبة لي فلاتر متميزة جدا عن نيتف في حاجات كتير. بعد ما عرفنا ازاي فلاتر بتشتغل وايه الفرق ما بين الكروس بلاتفورم والنيتف، تعالى نتكلم شوية ازاي فلاتر بتشتغل. طبعا أول حاجة لازم تعرفوها إن فلاتر بتستخدم لغة برمجة اسمها دارت، واللغة دي بسيطة وسهلة جدا في التعلم، واحنا بنستخدمها عشان نكتب الكود الخاص بفلاتر. بعد كده الكود بتاع دارت بيتحول إلى كود نيتف عشان يشتغل بعد كده مع أجهزة الأندرويد والآي أو إس، فده بيديك أداء عالي جدا قريب من التطبيقات اللي بتستخدم النيتف. تاني حاجة لازم نعرفها سكيل. سكيل هو محرك الرسوميات الخاص بفلاتر. المحرك ده بيرسم كل حاجة في التطبيق بنفسه، زي مثلا الأسرار، النصوص، الصور، زي ما أنا اتكلمت قبل كده. فده بيدي فلاتر قدرة على رسم واجهات مستخدم ثابتة وفي أنظمة مختلفة. تالت حاجة لازم نعرفها الويدجتس، زي ما قلت لك قبل كده إن everything في فلاتر is a widget. مثلا عندنا سكرين فيها تكست، فيها صورة، فيها بطن، فكل ده ويدجت، واحنا بنقعد نركب ويدجت جنب ويدجت لحد ما يطلع لنا السكرين اللي احنا عايزينه. رابع حاجة الهوت ريلود. طبعا الهوت ريلود ميزة كبيرة جدا في فلاتر، ده بيخليك تعدل الكود وتظهر التعديلات في التطبيق فورا من غير ما تعيد تشغيل التطبيق، فده بيوفر عليك وقت كبير جدا أثناء تطوير التطبيق. وكده الفيديو ده يكون خلص. الفيديو الجاي إن شاء الله هنتكلم عن دارت. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وشكرا لكم على المشاهدة. أشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.